عشان تخلص من زنه ومن عياطه تديله نص عقوبه؟ هو مش غلط؟ ليه ما ياخدش العقوبه كامله؟ لو ما غلطش ما تعاقبوش. انا اول مره اعرف نادي بيتعاقب نص عقوبه. ده ازاي؟ ده جديده في اللوائح والقوانين. دي لوائح حليمه اللي انت بتطبقها دي، ان انت بتعتبره منسحب فتعتبره مهزوم 3-0 وما تخصمش منه 3 بونت. طب ازاي؟ دي في انهي قانون وفي انهي لائحه؟ هو انت بتعايد عليه ولا انت بتراضيه عشان قاعد يذنلك وداير يلف على هيئات والمحاكم ولجنه التظلمات واللجنه الاولمبيه؟ خليه يروح مطرح ما هو عايز، بدل ما تركب نفسك انت مسرح. انت بتركب نفسك مسرح وبتحط نفسك في موقف انت نفسك هتندم عليه. ازاي فريق غلطان اديله نص عقوبه؟ ازاي ما اديتش للزمالك ليه نص عقوبه؟ ازاي بتكيل بمكيالين؟ هو انتوا عاملين صفقه مع بعض؟ انا عايز اسال سؤال بس يا عم احمد يا دياب، انت عامل صفقه انت والخطيب؟ قول لنا ايه هي نوع الصفقه، على حساب انديه الدوري او على حساب المنظومه؟ انا مش عارف انت بتطبق ازاي لوائح. هي اللوائح دي بتطبق على انديه وانديه لا؟ انت بتوقع نفسك في غلط وبتكتب نهايتك يا احمد يا دياب. بيراميدز والزمالك وانديه الدوري الممتاز لو سكتوا على الفضيحه او المهزله اللي بتحصل تستاهلوا تاخدوا على قفاكم في اي قرار يتخذ فيكم او عليكم بعد كده.